بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا فيما سبق: من أمن العقاب أساء الأدب. سمعنا النهاردة في وسائل أو في البرامج التلفزيونية والأخبار أن سواء النقل المتسبب في حادثة فتيات المنوفية 18 تم الحكم عليه سريعا، هذا يحسب القضاء المصري سرعة الردع 15 سنة سجن، ولصاحب السيارة النقل 5 سنوات لأنه اداله العربية وهو معهوش رخصة قيادة أصلا. طبعا السواق أثبت إن هو متعاطي مخدرات وثبت إنه معهوش رخصة قيادة. أما سمعنا برضه وشفنا في البرامج إن الشاب أو الصبي اللي كسر فانوس اللمبة في القطار في أسوان، قطار أسوان في أسوان، تم حبسه 3 سنوات. هو ده المطلوب، تطبيق القانون على الصغير وعلى الكبير. لازم يبقى في ردع. من أمن العقاب أساء الأدب. لكن عايز أقول إن مصر لسه برضه بخير، ما زال الشرفاء في مصر أكثر من الفاسدين بنسبة 5% أو 10% الفاسدين إلى 90% من الناس الشرفاء. ينم عن جهل. الجهل هو السبب، وقبل الجهل هو الابتعاد عن ربنا سبحانه وتعالى، لأن آداب الطريق دي من الإسلام دعا عنها. قال لك إماطة الأذى عن الطريق يضر الناس. ما فيش دين ما تعرفش ربنا، ومش عايز قلبك إيه وعقلك ياخدك أنت تؤمن إيمان حق بأن الدين الإسلامي قال لك لا، ما تضرش حد، ما تأذيش حد، ما تشتمش حد. احفظ سلوكك، وحافظ على بلدك. حافظ على بلدك من إيه؟ من السلوك السيء. أنت مش بتضر نفسك بس، أنت بتضر نفسك غور في 60 داهية، إنما أنت بتضر المجتمع كله حواليك، بتضر مصر اللي أنت تشرب من أرضها، من نيلها، وبتشرب وبتنام على أرضها، وبيحميك جيشها، بتحميك شرطتها، وأكيد بتاخد نوع من أنواع الدعم رغم قلة الدعم. حامل اسم إن أنت مصري، دي حاجة كبيرة، أنت بلد التاريخ والحضارات. لو هو طبقت الأحكام بسرعة وعلى القاسي والداني والصغير والكبير في جميع المصالح الحكومية وفي الشارع، أهم حاجة ضبط الشارع المصري. ضبط الشارع المصري مش مرور بس، ضبط الشارع المصري، الباعة الجائلين اللي مش واخدين رخص، التجار الجشعين اللي بيضربوا، اللي بيصطادوا ميه عكره، البقالين الجشعين، تجار الجمله الجشعين، المستوردين الجشعين، كل مرتشي في مصلحه حكوميه. في فساد، ما زال الفساد قائم في جميع المصالح الحكوميه بالذات، لان القطاع الخاص مش هينفع يبقى فيه فساد، لان صاحب القطاع الخاص عايز يكسب، فاللي هيلعب بديله هيديله على دماغه ويطرده. فالحمد لله ابتدينا، طالما الحكم كان خلال 10 أيام أهو. اضرب المربوط يخاف السايب.
للأسف يجب إحنا نلتزم خلقيا ودينيا مش قانونيا. قانوننا هو الدين الإسلامي اللي فيه كل القوانين اللي تخلي المجتمع مثالي، لكن للأسف عايزين قوانين دنيوية. فلكم وذلك، فلكم وذلك. وكمان بالنسبة للسنترال رمسيس اللي عطل الحركة وعطل الاتصالات وعطل مصالح كتيرة، ده أكيد الدرس ده هنستفاد منه. إن إحنا بس الحمد لله عادت الحركة، أنا بكلمك دلوقتي عادت الحركة تقريبا بنسبة 98% إلى الوضع الطبيعي. لكن مشكلتنا في مصر هنا حتة الصيانة. لو معاك عربية خاصة بتاخدها في التوكيل كل سنة كل سنتين كل 3، بتعمل عليها تشيك كده وتصلحها وتشوف تغير تظبط. لو معاك أرض زراعية، لو معاك بيت كل 5 6 سنين بتعمل له صيانة. إنما في المصالح الحكومية للأسف هنا التلاعب وهنا التقصير. يجب ما نقولوش بقى ماسك، هو قد يكون ماسك كهربائي. طب الماس الكهربائي ده ما عشان الحر وعشان ما عملتوش ليه عزل على الكابلات، ما عملتوش ليه عزل على التكييفات؟ لا، لازم نجيب حد يسأل. في ناس ماتت، في مصالح اتعطلت. ويجب على وزارة الاتصالات، احنا عندنا 1500 سنترال عمل بدائل. وهو لما سألنا قال لك في بدائل بدليل الحركة رجعت، لكن عايزين سرعة البدائل، سرعة البدائل. يعني النهارده لما المحكمة حكمت على السواق موت 18 فتاة سواق النقل، والسواق بتاع الميكروباص 19 ناس قضى عليها ولا معاه رخصة، كان شارب مخدرات، وصاحب العربية خد 5 سنين سجن علشان اداله العربية هو لا يحمل رخصة قيادة. يبقى الانضباط في الشارع المصري بداية رجوع مصر للطريق السليم. ما الانضباط ده هيؤدي إلى إيه؟ قلة الفساد. قلة الفساد هتؤدي إيه؟ لجودة العمل. جودة العمل هتؤدي إيه؟ إلى الرقي والتقدم. حاجة بديهية، حاجة بديهية. يجب الناس اللي هو احنا قلنا 10%، يعني كل 100 عليهم 10 فاسدين، يجب أن يعودوا إلى ربهم وإلى دينهم. وللأسف ال10% دول فيهم من الشباب لحد اللي عنده 80 سنة فساد. للأسف في أنا بشوفها بعينيا وبسمعها بوداني وأقابلها في كل مكان. يجب الضرب بيد من حديد على كل مخالف، ابن وزير، ابن غفير، كلنا نتساوى، كلنا نتساوى في الخير وفي الشر، في العقاب وفي الخير، العقاب والثواب لازم نتساوى. الحمد لله مصر بخير، هتفضل مصر بخير إلى أن يشاء الله. لكن في أعداء من الداخل ودول أخطر علينا ومن المصريين، بيزقهم الإخوان، بيزقهم إسرائيل بالفلوس. أنا بقول أنا مش أنا اللي هوصي المخابرات المصرية أو المخابرات الحربية والمخابرات العامة إن في، يعني مش عايز أقول في مصريين، بعض المصريين 1% من المصريين أكيد هتلاقي فيهم خونة، يجب أن نتابعهم. يجب على الدولة كمان علشان ما يحصلش فينا زي اللي حصل في إيران واللي حصل في لبنان، مراقبة الإخوة اللاجئين من سوريا ومن اليمن ومن السودان ومن ليبيا وين 10 مليون اللي عندنا، لأن أكيد فيهم نفوس ضعيفة، أكيد فيهم نفوس ضعيفة. وممكن الناس دي تبيعنا زي ما باعت الأفغان
كم مليون اللاجئين في أفغان باعوا باعوا أوران للصهاينة والأمريكان جواسيس. لكن يعني لازم الدولة تمشي في خطتين، تراقب كل من ليس هو مصري، وتراقب ضعيف النفس من المصريين، وتطبق القانون بحذافيره. لأن إحنا عمالين نقد نقول من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه الحسنة. في ناس خلاص ختم على قلوبها ما عادتش، يعني نقول له قال الله وقال الرسول ولا منتين ابن عين صم بكم خلص. لا، الحمد لله رب العالمين، مصر بخير، جيشها بخير، ورئيسها شغال. يا أعداء النجاح يا من تحملون معه الهدم، الراجل رئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يحفظه شغال. الحكومة شغالة رغم فيها تقصير وفي فساد وفي لكن بيتحارب. والدليل النهارده الحكم على قاتل 19 نفس في حادث المنوفية ب15 سنة سجن، وصاحب السيارة ب5 سنين لأن ادى العربية بتاعته اتسوى معهوش رخصة. واللي الصبي أو الشاب اللي كسر فانوس أو لمبة القطار في أسوان ب3 سنين سجن. اضرب المربوط يخوف الساب. طالما انت الدين مش عايز يرضعك، وخوفك من يوم القيامة، وخوفك من عذاب القبر، وخوفك من عذاب النار لسه مش واصل لك، ربنا قفل عليك، ختم على قلبك، وانت من اهل النار، قطع ايدك لو سرقت بالقانون، وقطع لسانك بالقانون من غلطت في مصر. شوف في امريكا مش حريه وديمقراطيه، الحريه للاسوياء والديمقراطيه للاسوياء مش للاغبياء والفاسدين. وعاشت مصر، وعاش رئيسها، وعاش جيشها، وعاش شعبها. وعظيمة يا مصر إلى يوم الدين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتحيا مصر.